يا اهلا بكم لكم تكنولوجيا. في الفيديو اللي بقى شبه شهري بالنسبه لنا دلوقتي وهي فيديوهات الاكسسوارات. كل فتره بشوف الحاجات الجايه والحاجات الروشه اللي تستاهل نتكلم عليها، والمره دي كده هناخدكم في جوله في المنتجات اللي تستخدم على الديسك بتاعك. يعني يكون كده اللابتوب معاك وتكون الفيشه معاك ويكون معاك كم اكسسوار كده، وهوريكم كده جوله لذيذه قوي بالحاجات اللي انت ممكن تستخدمها كاكسسوارات جامده ومحترمه جدا واسعارها قليله نسبيا ممكن تشتريها. استخدم برومو كود لو اندي 50 عشان تاخد تخفيض 50 جنيه على اي اوردر تعمله بحد ادنى 500 جنيه. اول 100 شخص بس هيكونوا مستفيدين من العرض ده. يلا بينا. اول منتج معانا هو منتج انا اول مره اشوف حاجه زيه. هو منتج كده ميكس ما بين مشترك لحاجه موجوده كده على الديسك بتاعك. خلينا كده نفتحه ونوريها لكم. ده اسمه الريتشي 65 واط جان تشارجر. جان دي عامه دي تكنولوجيا حمايه من السخونه، هو بيسموه الفيل سيف. دي حاجه امنه جدا جدا لاجهزتك. ده حاجه نظيفه قوي، بحب ريحه الحاجات الجايه دي قوي. وتكنولوجيا الجان هي تكنولوجيا حمايه من الاوفر هيتنج. يعني لما موصل كذا جهاز على الشاحن، في جهاز معين درجه حرارته زادت بيفصل الشحن عنه. المشترك او الشاحن ده بيتحط على المكتب عندك بالطريقه دي، بالطريقه اللي هو يكون كده. عندك هنا مدخل الاولاني، مدخل الثاني، وهنا عندك يو اس بي اي واثنين يو اس بي تايب سي. فخليني اوريكم الاستخدام. مثلا انا عندي سماعه هنا اسمها البوز هوم 500. السماعه دي انا بعشقها، انا بعشق صوتها، بعشق فكره ان البيز بتاعها ما بيتحركش وهي بتطلع الصوت. فحاجه كده ثابته قوي، بحب احطها جنبي وانا شغال دايما. ودايما بلاقي مشكله اوصلها فين، اوصلها في فيشه في اخر الاوضه، اوصلها مش عارف ايه، نفسي تكون على المكتب عندي. فهذا الجهاز ممكن تحط دي كده، السماعه تشتغل، وفي نفس الوقت ممكن اوصل الموبايل بتاعي بالسلك السمارت باور اوف بتاع ريتشي اللي هو بيفصل بعد ما البتاع بيوصل 100% من الفيديو اللي فات لو انتوا فاكرينه. وعامه مشترك عارف اللي مش تافه عيل قاعد معاكم. فده باختصار المنتج ده شاحن بيحافظ على درجه حراره الاجهزه اللي بتتوصل بيه، بيحمي الاجهزه اليو اس بي التايب سي الحاجات اللي زي كده، وفي نفس الوقت عندك فكره مشترك جوه فوق مكتبك. ده يعني توليفه انا ما شفتهاش قبل كده، ولما شفتها اول مره عندهم ايه ده؟ هات كده بس اقول لك، تعالى بس هكلمك. فده حاجه جامده جدا جدا من ريتش. الشاحن ده بيقدر يدي باور ديليفري لحد 65 واط، ويقدر يدي كوالكوم كويك تشارج من اليو اس بي تايب اي لحد 22.5 واط. واروش حاجه فيه الصراحه السلك ال 150 سم بيتوصل بيه، فانت ممكن توصله في الفيشه بعيد وتحط ده كده على اول الترابيزه، تستخدمه استخدام روش جدا. تيجي نروح المنتج اللي بعده؟ يلا بينا. ده المنتج اللي بعده، والمنتج ده قيم جدا جدا جدا. ده عباره عن شاحن بيوصل لحد 100 واط. في كذا حاجه مختلفه، يعني خلينا بس اوريكم الجمال. مبدئيا بصوا حجمه عامل ازاي. حجمه صغير جدا جدا جدا. انا عندي الفورم فاكتور الشكل ده من الاجهزه بيكون، بقول لك ايه، ما تجيب لي كده الشكل التاني كمقارنة حجم مع المنافسين بتوعه. ده ولا سمك ولا اي حاجه خالص بالنسبه للتانيين، يعني فاهم. ده ارفع كتير كتير كتير. فكره ان هو صغير جدا جدا جدا، ومعمول برده ان هو يتحط على ديسك توب، ان هو يتحط كده على اخر المكتب عندك ويوصل لك 100 واط. تيجي نعمل اختبار حقيقي ونشوف بيطلع 100 واط دول ولا لا. واحنا بنحطه خليني اقول لكم معلومه، ان ممكن كذا حاجه تحصل. اول حاجه ممكن اللابتوب ده اصلا ما يكونش بيدعم ال 100 واط، ولكن هو بيدعمه عن طريق السي. ممكن يكون السلك ما بيدعمش 100 واط، وممكن يكون الشاحن ما بيدعمش 100 واط. في الحاله دي المفروض الثلاثه بيدعموا 100 واط، ولكن لو بطاريه مشحونه هنا كفايه ممكن ما تستقبلش 100 واط كاملين. خلينا نشوف بس الرقم. يعني لو طلع من 90 ل 100 عاده بيكون ده رقم كويس جدا. نبدا بقى نشوف. 43 واط، 63، 82، 89، 91. عامة ده رقم كويس جدا. بتشحن اللابتوب الماك بوك برو بتاعك الام 2 برو تشيب اللي هو بيستهلك بطاريه كتير ب 91 واط عن طريق هذا الشاحن. ممكن بقى نوصل حاجات زياده يعني عادي، ممكن بقى هنا نوصل. بس يعني انتوا فهمتوا الفكره. شاحن بيطلع 100 واط، حجمه صغير جدا، ملمسه بريميوم جدا جدا جدا. يعني في حاجه كده مشطوفه شكلها حلو. استنى، ممكن نشحن الايباد. ممكن بقى تشحن الايباد بتاعك، فاهم. انت قاعد بقى في ميتنج حواليك 50 جهاز مختلف وقاعد مركز جدا على حاجات كتيره جدا، تحطه كده الايباد بيشحن. فانت دلوقتي بقيت تشحن اللابتوب بتاعك والايباد بتاعك، وعندك بقى موبايل. عامه بحب قوي فكره الاجهزه المتعدده اللي انت ممكن تشحنها بشاحن واحد. كده بشحن 3 اجهزه ولسه عندي مدخل كمان. ده جهاز روش الصراحه. ده جهاز كده بريميوم عملي، فيه اختيارات جامده قوي. تشحن ماك بوك كبير عريض صراحه روش قوي. وطبعا في تكنولوجيا الجان تشارجنج. بوريكم الجهاز اللي بعده. الجهاز اللي بعده برده في حته كده، في لمسه كده روشه جدا.
ده بقى مختلف شويه، ده 65 واط وكل حاجه، ولكن في كده لمستين مختلفتين. اول حاجه الحجم، قارن ده بده مثلا، بص مثلا فرق الحجم قد ايه، بص في فرق من ده وده، مفيش مقارنه، فاهم؟ مفيش مقارنه، حاجه صغيره جدا حاجه كبيره جدا 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 يعني. بالاضافه لكده بقى في 4 مداخل بالحجم الصغير ده، والاربع مداخل دول 2 منهم يو اس بي سي، كل واحد بيدعم 65 واط، و2 يو اس بي بيدعموا كوالكوم كويك تشارج، فبيقدر يشحن لحد 22 واط ونص، وده باور ديليفري 3 طبعا يو اس بي سي. ممكن توصل موبايلك، ايبادك، موبايل ثالث، موبايل رابع، كل ده في هذا الشيء الصغير جدا اللي فوق مكتبك. وطبعا في بس حته كده معلش، حته صغيره كده معلش، اصل انا برتقاني وده برتقاني والسير كده برتقاني، فاهم؟ فتحس بقى ان كل حاجه هنا في حياتك كده ماشيه مع بعضها. عارف اليوم اللي يبقى بيبدا كويس وتمشي كل حاجه فيه كويسه، ده بالظبط اليوم يبدا كويس كده، تحس كل حاجه فيه برتقاني، تحس ان انت حياتك متماشيه كده تمام، فاهم؟ لذيذه جدا جدا. ماشي حته جواك بس لازم تكون مرضيه ولا مش ده. نروح لاكتر منتج محبب الى قلبي من كل المنتجات دي، مش حاجه كده. ده يا جماعه هو اكتر حاجه لذيذه في كل المنتجات دي. قول لي ليه؟ قول لي ليه؟ ليه؟ النقطه الاخيره، بص يا سيدي، مبدئيا اروش حاجه ممكن تحط موبايلك كده، تمسك الموبايل ما بيقعش ثابت. وطبعا وانت قاعد تاكل بقى مش هينفع تحط الموبايل كده، هتحطه ازاي؟ خلي بالك بقى. اوه صراحه جامده. ممكن تلف زي ما انت عايز بقى. الفكره ان هو المغناطيس قوي ولازق في النص، فانت بتلفه زي اي حته وهو بيلزق، فاهم؟ طب بقى اتفرج على الفيلم بتاعك بقى وانت. ومش بس كده، استنى في حته كمان، ممكن توصل فيه السلك البرتقاني بتاعك فهينور لك ازرق، يعني هي ميكس مش شغال قوي، بس حط عليه الايربودز بتاعتك. لا ده لذيذ، ده منتج لذيذ قوي يعني. الشاحن اللي فوق ده ماك سيف، بيدعم ماك سيف لحد قدرته الكامله اللي هي 15 واط. طبعا انت لو موبايلك ايفون قديم شويه بيدعم موبايل شارجنج بس ما بيدعمش الرقم ده، فالشاحن ده بيدعم 5 واط، 7.5 واط، 10 واط، وال15 واط طبعا في الشاحن اللي فوق ده، اللي هو بيقدر يدي لك كل قوه الماك سيف. وبالنسبه لتحت ده فهو شاحن 5 واط، بيشحن اي حاجه وايرلس، ممكن حتى يشحن موبايل لو عايز. اهو ايه عارف مثلا لما المنتج يكون معمول لبلاد بره يجي واحد مصري يستخدمه، ده المنظر بس كده. الجهل وحش برضه يا صاحبي، عارف تاخد الايربودز بتاعتك ايه الجهل ده؟ ماشي عشان استحمل. عامة مش هشيله مع المكتب ده، خلاص ده بقى بتاعي، فاهم؟ ده هيفضل كده على جنب كده. المنتج اللي بعده بقى منتج بيزكس، حاجة أساسية أنت بتحتاجها دايما لما أجي أشتري كونفرتر أو أجي أشتري حاجة زي كده للماك، فبلاقي حاجة 9 in 1 12 in 1 وفي فيتشرز حلوة وفي ايثرنت وفي ويبقى طبعا بسعر غالي جدا جدا جدا، لكن ما شفتش حاجة كده باك تو ذا بيزكس، الحاجات الأساسية. إيه بقى الحاجات الأساسية؟ يو اس بي سي ل4 يو اس بي اي، حاجة كده سيمبل بسيطة، لونها زي لون الماك بوك بتاعك. لو انت بقى ناوي توصل هارد ديسكس وحاجات تقيلة وحاجات صعبة ومحتاجة مثلا باور، فمش عايز تسحب من الباور بتاع اللابتوب، تعمل ايه بقى؟ توصل هنا بقى الباور بتاعك عن طريق المايكرو يو اس بي، بيدي باور للجهاز ده بحيث ان هو يباور الاجهزه الثانيه من غير ما تسحب من الماك بوك بتاعك. ودي حاجه صراحه روشه جدا، ملمسه نظيف قوي، تحس اللي هو الومنيوم مشطوف كده، قيم جدا 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 جدا، وحاجه كده باك تو ذا بيزكس. ولو نفسك توصله على الموبايل بتاعك ممكن تعمل كده، بس مش فاهم انت هتقدر 4 كاميرات على الموبايل يعني ولا هتعمل ايه، بس يعني روش صراحه، وسعر ارخص كتير كتير من اي منتج تاني بيقدم نفس الشكل ده. عموما هسيب لكم كل الاسعار موجوده في الديسكربشن. وخلينا نروح بقى للمنتج الاخير اللي مش هنتكلم عنه كتير، بس هوريه لكم وهحمسكم الفيديو اللي جاي. المنتج الاخير قبل ما اوريه لكم خلينا اسال كده ورا الكاميرا سؤال، انت شاحن العربيه بتاعك كام واط؟ 5 وانت؟ اوكي، انا عندي في العربيه حاليا كده شاري واحد نضيف وحاسس ان انا جامد قوي 33 واط، واي حد بيجي لي عربيه يقول له عايز تشحن مش عارف ايه، فاهم كده منظره جدا على الاخر. بس بعد ما شفت هذا الشيء حسيت ان في حاجه غريبه. ايه 93 واط شحن عربيه؟ ده اللي هو حضرتك ده 65 واط، ده 65 واط، ده 93. ده رقم انا ما شفتوش قبل كده. انا مش عايز اتكلم معاكم عن المنتج ده لان هو منتج روش جدا، واحنا عاملين فيديو كامل لمنتجات روشه تستخدمها جوه العربيه بتاعتك وحاجات بورتبل شواحن، فاللي هو خلي الفيديو ده اللي بعديها. بس حبيت اقول لكم ان في شاحن عربيه 93 واط انا شفته كده واهو، وحقيقي على فكره هو دي مش علبه فاضيه، استنى معلش انا عارف انا، بس الناس اللي بتكون حقيقي شفاف كمان، بس مش هنتكلم عليه. شكرا عشان الفيديو ده، كان فيديو النهارده. لو عجبك الفيديو لازم تعمل لايك، تكون مشترك في القناه وتفعل زر الجرس، واشوفكم في الفيديو اللي جاي.